تفضل أخ خالد العقيل. أنا حديثي يا أبو عبد الله صار آخر المتحدثين. دائما آخر المتحدثين يجب أن يراعي الوقت وإلا يمل حديثه. لكن أرجو الله تعالى أن يكون كلامنا منصف ويصيب كبد الحقيقة، وأن لا يصب إطلاقا بأننا تختل موازيننا عندما نقوم بالحكم بعد قليل على هذا الوزير. أنا أقول لك صحيح ليس كل واحد يا أخوان بليغ، ليس كل واحد خطيب، ليس كل واحد مفوه. هذا الوزير مشكلته أنه عنده حجة ولكن لا يستطيع أن يبينها وأن يوضحها. يسمح لي أنا في هذا الأمر، يعني لا تنقيص في قدره، هذا مو تنقيص. ليس زعيم الدولة وليس الزعيم السياسي ولا الوزراء يشترط فيهم أن يكونوا خطباء، وإلا خليناهم خطباء وأئمة يقوم على المنبر ويهز أركانه. لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. خطابة لها فنها ولها فروسيتها، لكن ما كل واحد يستطيع أن يتكلم. لكن يا إخوان، كما استشهد أحد الأخوة الأفاضل، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بالحجة من البعض الآخر. ألحن بالحجة يعني أبلغ وأقدر على شرح موقفه من الآخر، فأقضي على وفق ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه من شيء فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. ذلك أيها الإخوان، أنا أناشد الأخوة، وأنا ما أبي يا أخوان، ما أبي أخوض في قناعات